بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير. وكالعادة متابعة لنا الباوند والفيديو السابق. نشوف عندنا هذا الشارت نفسه في الفيديو السابق. نتابع ايش صار. خلينا نقول هني 300 نقطة أو بالتوفيق ثالث عند القمة اللي قبلها. طيب انا بحط رابط الفيديو في الوصف اللي يحب يرجع له يشوف. ونشوف ايش صار. كان عندنا هدف، هدف اخير عند هذا المستويات 320 نقطة. نشوف نفس الشارت. طبعا ما غيرت فيه ولا شيء. نشوف هذا المستوى وصل له وأيضا تعدى قليلا ليوصل إلى القمة السابقة وعمل لنا دبل توب. وأيضا تزامن هذا الهبوط مع الارتداد من فايبوناتشي فان اللي رسمناه في الفيديو السابق. أوكي، بس نعدل القناة الصاعدة لكي تناسب الشكل الجديد، تناسب القمة الجديدة. الذيل نشوف الشكل ممتاز، وأيضا الضلع السفلي للقناة نعدله عشان نشوف إنه وين القناة الصاعدة. فنشوف السعر قاع قمة قاع قمة. والآن متوقع التصحيح. ليش أنا أقول تصحيح؟ لأن أنا تكلمت في الفيديوهات السابقة إن الباوند لمواصلة الهبوط يلزمه التداول أسفل هذا المثلث، ولكن هذا لم يحصل، ورأينا الإغلاقات أصبحت إيجابية وتداول الباوند فوق هذا المثلث. أيضا كان عندنا قناة، هذا الخط الأزرق، هذا خط الأزرق كنا نتوقع أن السعر راح يمشي بهذا الشكل، ولكن اللي رأيناه أن حصل شيء آخر. حصلت الإيجابية. طيب لو ناخذ الباوند على الفريم الديلي أو على الفريم الأربع ساعات. احنا تكلمنا عن الديلي. على الأربع ساعات أول شيء شو نسوي؟ احنا عرفنا الآن ارتد من هذا المستوى اللي يمثل دبل توب، وأيضا تزامن مع مستوى فايبوناتشي فان 61%. أول شيء نطلع الدعم. نشوف مثلا هني أول دعم عند هذه القمة على فريم الأربع ساعات، ونشوف بهذا الشكل. طيب نرسم ترند بهذا الشكل، نعدله. نشوف ان الباوند كان يمشي في ترند صاعد، بهذا الشكل. عندنا قاع آخر، قاع. الآن وصل السعر وكسر هذا القاع يعني بشكل صريح. باقي بس انه يغلق وخلاص. يعني مع الافتتاح الاسبوع القادم راح بنشوف الاغلاق بيكون عند هذه المستويات. وايضا كسر مستوى الدعم، هذا الدعم اللي رسمناه واللي كان مستهدف واللي تكلمت عنه. هذه الصورة اللي تكلمت عنها في الفيسبوك، ان مستويات الدعم والمستويات المستهدفة وصل لها، وباقي المستوى الآخر في حال ثبات هذا الترند راح يوصل إلى هذا المستوى. طيب عندنا أيضا نفس الفريم لأربع ساعات. رسمنا فيبوناتشي بهذا الشكل عشان نعرف إنه السعر وين متجه، فرسمنا على أقرب دعم وعزز قوة هذا المستوى. نشوف كل ما وصل السعر من بعد ما كسر، عمل إعادة اختبار للكسر وتم رفض الشموع. نشوف الشمعة كيف فيها ذيل طويل، وهذه الشمعة الثانية والثالثة. هذا يدل على قوة المنطقة اللي تم كسرها. وأيضا يتزامن مع منطقة دعم سابق. أوكي،
لو رسمنا الترندات بهذا الشكل بنشوف ان الان هو متجه الى مستويات 61 فيبوناتشي اللي هي تمثل 43 87. طيب لو نرجع شوي ورا نشوف الموجة الصاعدة ما حصل لها تصحيح على الأربع ساعات. هذه الموجة اللي أتكلم عنها ما حصل لها تصحيح، وكسلوك سعر الباوند لازم انه يرجع يعمل تصحيح 50% من طول الموجة الثانية من الموجة السابقة او 61%، يعتمد. فلو رسمنا فايبوناتشي بهذا الشكل مثل ما كان مرسوم نشوف ان الفايبوناتشي 50% يتوافق مع المستهدف 61 فايبوناتشي. فليش أنا أتكلم تصحيح وليس اتجاه؟ إحنا تكلمنا في الفيديو السابق ما استطاع أن يتداول عند هذه المستويات لكي نشهد كسر لهذا القاع أو وصول إلى مستويات بعيدة سلبية. فمن المهم أيضا في هذه الأوقات متابعة الدولار اندكس أو عملات أخرى تؤثر على الباوند، مثلا اليورو، الذهب. يعني لازم نتابع، لأن الآن أنا مثل ما أتوقع إحنا في مرحلة تحديد اتجاه جديد على المنثلي. شرحت هالشيء في الفيديو السابق أيضا أو الفيديو اللي قبله ما أذكر. نشوف الدولار اندكس خرج من المستطيل اللي كان يتداول فيه، وأيضا كان الإغلاق سلبي. هذا طبعا على الشهري. لو بنحلل الدولار اندكس نروح الفريم الديلي نحلله، نشوف عندنا ترند صاعد ممكن نعتبره كان مش يعني قناة صاعدة، ولكن لو رسمنا بهذا الشكل عشان نحصر سلوك المؤشر نشوف انه كسر هذه المستويات اللي تعتبر قاع ودعم قوي اللي وصل لها وطلع ورجع مرة ثانية، حاول يكسرها ما قدر وطلع وأيضا رجع مرة أخرى وتم الكسر. والآن نشوف إنه يحاول يرجع يعمل إعادة اختبار للكسر عند هذه المستويات. وأيضا تزامن مع عندنا قاع على الديلي وعندنا قاع آخر على الديلي، فهو يعني مستويات مهمة يعني لابد أن يتداول السعر أسفلها لكي يواصل الهبوط. نروح للفريم الأربع ساعات عشان نعرف الاتجاه بشكل أكثر دقة. نرسم الترندات على القمم. زوم إن عشان نشوف شكل الشموع. أيضا على الفريم الأربع ساعات نشوف هذا عندنا ترند هابط، وأيضا هو في اتجاهه للتصحيح من هذا الترند وثم معاودة الهبوط. طبعا الأهداف كيف نحددها؟ أقرب دعم أقرب مقاومة، يعني ندخل على الويكلي. زوم إن نشوف أقرب القمم وأقرب القيعان. يعني الآن نشوف أقرب أو الويكلي ما يبين، خلينا ندخل على الديلي. هذا الديلي من بعد ما طلع من المستويات القوية وشفنا إغلاق شهري سلبي،
فالآن أول استهداف طبعا بيكون مرة أخرى معاودة لمس القاع اللي هو عند 91 80، ثم عند نشوف هنا عندنا دعم مقاومة، هنا عندنا دعم عند 89، وأيضا هنا عندنا دعم آخر اللي عند مستويات 86. يعني ممكن نشوف أقوى دعم ممكن يواجه الدولار اندكس في حال ثبت هذا السلوك السلبي، وثبت المستوى اللي هو اكسره اللي بينته في الشرط السابق. فممكن نشوف هذا أقرب عندنا دعم ومقاومة سابقة، فهذا أبعد اتجاه. وممكن أيضا في حال تجاوز هذا المستوى نشوف مستوى الآخر عند 79 اللي تمثل الدعم الآخر. والتوفيق إن شاء الله للجميع.